نفرهرو. مين هو الملك حريحور؟ ده كان الكاهن الأعظم للإله أمون بالكرنك، وكان بيتمتع بنفوذ كبير جدا. زاد نفوذه بسبب ضعف الملك، واستطاع أنه يستولي على الحكم بعد وفاة الملك رمسيس ال11، وده آخر ملوك الرعامسة. ودي كانت نهاية الدولة الحديثة اللي انتهت أمجادها، ودخلت قامت مع الأسف في عصر الانتقال الثالث، وده عصر ضعف واضمحلال. كان طبيعي أن الملك حريحور بوصفه كاهن سابق أنه يرمم صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، وده تقريبا العمل المعماري الوحيد اللي هو عمله. لكن بالإضافة لده هو له عمل عظيم جدا. لما لاحظ حريحور أن اللصوص وصلوا لمقابر وادي الملوك ونهبوها، قرر أنه يحمي المومياوات. جمع مومياوات الملوك كلها، كل ملوك الدولة الحديثة، وأخفاها في خبيئة بجوار معبد الدير البحري بالبر الغربي في الأقصر. وبكده هو حافظ لنا على مومياوات أعظم ملوك مصر، إلى أن تم اكتشاف الخبيئة في نهاية القرن ال19 الميلادي. إذا كانت مومياوات ملوكنا العظام موجودة الآن في متحف الحضارة، الفضل في ده بيرجع للملك حريحور.